السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير في احسن حال. معاكم حنان عمارة من قناة حنان كروشيه، وحشتوني جدا. بشكركم وبشكر كل الناس اللي سألت عليا. غيبتنا طالت، بس ان شاء الله هنرجع مع بعض وننفذ مع بعض شغل جديد وشغل شتوي، وان شاء الله ننفذ مع بعض موديلات جديدة. النهاردة انا نزلت جبت شوية خيوط كده نشتغل بيها مع بعض، وقلت يعني نتكلم كده عن الخيوط الجديدة اللي نازلة، ونقول ايه رأينا فيها، وان انا جربتها في الشغل. جايبه لكم انواع قطن وانواع صوف، فاحنا هنتكلم عن منتج. بس في الاول عايزه اقول لكم ان انا كل مشترياتي دي جايباها من شركه ابو سليمان الحاج اسامه. عايزه اقول لكم والله يعني عن ثقه، ولو بتثقوا فيا ودايما في رايي وما بجيبلكوش غير احسن حاجه واحسن سعر، احسن اسعار هتلاقوها عند الحاج اسامه. الاسعار مختلفه عن اي مكان تاني، كمان الجوده والخامه يعني انا بقول لكوش الا لما ببقى واثقه. فهنقول بسم الله ونشوف احنا جبنا ايه. اول حاجه لفتت نظري هناك في المحل وعايزه اتكلم عنها، القطن الايطالي. القطن الايطالي عندهم يا جماعه اللي هو الام كده حاجه تانية، سواء ساده او جنجان. موجود عندهم الساده اهو، الواناته بصوا الواناته، اللون يخطف كده اهو. طبعا انا كنت صورت هناك قبل كده لايف. الخيط لازم يعني هناك لازم ناخد، بص عشان نسهل، الخيط لازم ناخد الكونه على بعضها، يعني هناك مش بيلف بالجرامات. والخيط هناك سعره مقارنه باي مكان بره فهو ارخص بكتير. يعني الكيلو هناك الساده ب150، الجنجاه ب250. الكونه بتتوزن زي ما هي، اي مكان بقى وزنها نص كيلو كيلو بتاخديها. يعني هنا مثلا الكونه دي مش كبيره قوي، تمام. بصي الكونه دي كبيره، بصي حجم الخيط، فحسب وزن الكونه بناخده. طيب احنا لو قارناه بالاسعار التانية زي الديفا او الكوتون جولد، طبعا في فرق سعر كبير جدا جدا. فهو مقارنة كجودة مقارنة بسعر فهو حلو جدا جدا، سواء السادة او الجنجان. الواناته ما شاء الله مبهجة وثابتة، وعملنا عليها اختبارات، فهي ان شاء الله حاجة مضمونة. وده القطن الايطالي الاصلي. هحط لكم ان شاء الله لينك الصفحة بتاعت الحاج اسامة في صندوق الوصف، وتقدروا تتواصلوا. بيشحن دولي وبيشحن محافظات وبيشحن لكل مكان داخل مصر. طيب الخيط الايطالي بنجيبه، هتقدري تشتغلي بيه ايه؟ تقدري تشتغلي بيه ملابس، نقدر نعمل بيه شنط. لو عارفين اللي هي الشنط الوحدات اللي بنعملها اللي هي بالمربعات الجراني، انا كنت عامله بيها واحده ان شاء الله هوريها لكم. خاماته يعني بصوا بيطلع نتيجه تحفه. نقدر نعمل بيه مقالم، نقدر نعمل بيه بورتفيهات، نقدر نعمل بيه ملابس. تقدري تعملي بيه تابستري، فتقدري توظفيه زي ما انت حابه. الواناته حلوه وثابته وناصعه، انا مش عارفه اللون جاي مظبوط اهو. سواء الساده او الجنجاه بتاعه، بص الوان الجنجاه بتاعته تحفه اهو. بصي كمان الالوان اهو، الجنجاه الواناته بصراحه ما شاء الله كلها، حتى الساده بصوا، حتى الساده الواناته كلها جميله اهي. والاوف وايت موجود منه كمان هناك درجات، وده الكحلي والزيتي موجود بقى. بصي هناك كمية الوان زي ما تحبي. موجود السادة زي ما قلنا الكيلو ب150، الجنجاه ب250. ده بالنسبة للام كي الايطالي الاصلي اللي هتلاقيه عند الحاج اسامه. طيب هناك ايه كمان شفته وعجبني، وبصوا اللون ده كمان تحفة. طيب ايه هناك كمان نازل جديد وشفته وعجبني وقلت لازم نشتغل بيه ونجربه؟ الاوليفيا. طبعا الاوليفيا السنه اللي فاتت ما شاء الله نزل يعني واكتسح الخيوط، والحمد لله انا جربته وكلكم كمان جربتوه، الحمد لله شكرتوا فيه جدا. اللي نزل معانا بقى السنه دي الجديد الاوليفيا. عايزه اتكلم ولفت نظري قوي التغليف. بصوا التغليف بتاعه حاجه كده، بصوا فاخر من الاخر يعني. الخيط اهو، بصوا الفتله بتاعته وبصوا لمعته. بتقدري تشتغلي بيه بمقاس ابره نقول 3.5 وممكن 3.
هو مناسب ومعالج ضد الوبرة، فهو مناسب معانا لشغل كتير. تقدري تشتغلي بيه ملابس، الناس اشتغلت بيه اميجرومي، ناس اشتغلت بيه في البانش نيدل، كل حاجة تقدري توظفيه فيها. كمان ملمسه ناعم جدا، الواناته زاهية وحلوة قوي. اللي هو الاوليفيا سمارت اللي هو الفور سيزون تحفة الواناته اهي. انا جبت ده وجبت اللون الاحمر اللي هو النبيتي الغامق شوية، برضو التغليف بتاعه لفت نظري ما شاء الله تحفة. وبصي اللون ده كمان، كل الواناته تحفة وكل الواناته متاحة عند الحاج اسامة اهو. في منه كمان الاوليفيا سمارت. الاوليفيا بقى نازل منه، احنا ما كنا جايبين السنة اللي فاتت الكاست ميكس، السنة دي موجود اللي هو الفور سيزون ده، وعامل لنا كمان اللي هو الاوليفيا كاب كيك. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، ايه الالوان دي، ايه الخامه دي. نفتح كده ونبص مع بعض. ايه ده، ايه الخامه دي. بصي التشعيره بتاعت المهير، انا مش عارفه هتبان ولا لا. بصي كده التشعيره، بصي التشعيره باينه، مش عارفه اهي. الالوان تحس ان انت ماسكه كب كيكايه بجد من الواناتها، موجود كل الالوانات. بس انا لفت نظري بصراحه اللونين دول، يمكن عشان انا عندي بنات فبيلفت يعني نظري البناتي اهو. موجود كمان المهير الساده، موجود اللي هو الجنجا ده اللي هو الكب كيك، وموجود عنده الساده اهو. انا جبت منه برضو التشبيه، يعني التشعيره بتاعته، بصي التشعيره بتاعته فظيعه ما شاء الله اهي. موجود كمان الاوليفيا السواريه. بصوا بقى الحلاوه، بصوا الجمال، بصوا اللمعه، بصوا النعومه، بصوا الترتر، ايه الجمال ده اهو. بصوا الالوان، والالوان الوان يعني. في خيط كنت اجيبه احس ان اللون مش صريح كده وتحسي اللون بهتان او اللون مش واضح، لا ده ما شاء الله اللون ابيض ابيض، الرمادي رمادي اهو، الكشمير الغامق والترتر فيه اهو، اللمعه بتاعته جميله، الاحمر، كل الالوان موجوده. يعني انا نقيت كده من كل لون حاجه عشان نتفرج فيها، يعني نتفرج مع بعض. طبعا ان شاء الله هنعمل منه شغل ونجربه في الشغل ونشوف نتيجته. الخامه بصراحه هتشوفي وتجربي احلى خامه. كمان بقى في حاجه لفتت نظري هناك، الخيط اللوتس فيه 5% صوف. حاليا كل الخيوط اللي بنجيبها معالجة ضد الوبرة تمام، بس كلها بتبقى 100% اكليريك. نادرا بقى لما بنلاقي خيط فيه نسبة صوف. فانا شايفة ان الخيط ده هيبقى مناسب معانا جدا في شغل الشتوي، مناسب معانا في الملابس، مناسب معانا كمان في شغل الرجالي، بما انه بيبقى فيه نسبة صوف، فبتبقى انا بحسه بيبقى مناسب قوي في شغل الرجالي معانا. بصي كده، اعملي بقى جيبة، اعملي جاكيت، اعملي كارديجان. برضو هبقى اتاكد لكم من الاسعار واقول لكم في صندوق الوصف. اللوتس فظيع، اسمه سيلكي وول، في نسبه صوف حلوه جدا، ملمسه ناعم مش خشن. الفتله بتاعته مبرومه متوسطه، برضو نقدر نشتغلها ب3.5 و4 وممكن 4.5 حسب شده ايدك. متاح منه كل الالوان، واحسن سعر ان شاء الله هتلاقيه عند الحاج اسامه لانه هو المستورد بتاعه. فهتلاقي اي لون او اي كميه تحتاجيها ان شاء الله موجود هناك. فاحنا كده يعني انا خدتكم معايا في جوله سريعه كده في الخيوط اللي انا جبتها. ان شاء الله هنعمل مشاريع بكل نوع لوحده ونشوف نتيجته في الشغل، واقول لكم برضو بيدي نتيجته زي ما عجبنا الكاست ميكس. وان شاء الله تجربوه يعجبكم. ولو محتاجين اي سؤال او اي استفسار يخص الخيوط كلموني، وان شاء الله نتواصل مع بعض، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات جديدة وننفذ مع بعض افكار جديدة. استودعكم الله، سيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.